واحنا عقلنا بقى بيعفن. في مصطلح جديد طلع اسمه برين روت، ده معناه تعفن الدماغ. في دراسة اتعملت في اوكسفورد قالت ان برين روت بقى مصطلح ترند السنة دي، وده معناه تدهور عقلي وفكري بسبب الافراط في استهلاك المحتوى التافه. يعني تخيل الميمز اللي احنا سهرانين عليها، مسابقات الريلز مع البيست فريند، دي ممكن تعفن الدماغ. قالوا كمان في الدراسه ان بتحصل اكتر الاجيال الاصغر زي جيل الفا وجان زي. فدي رساله لكل فاكره ترويقه العيد اللي بتجيبي بيها السفل واللي فوق الدولاب؟ اجهزي بقى عشان هنعمل كده في دماغ العيال. وما تسالنيش عرفت ازاي ان انت حتى لو سحبتي الموبايلات من عيالك بيخش ياخدوهم من درج التسريحه اللي كل مره بتخبيه فيه عادي، ولو طفيتي الراوتر بيعرفوا يتصرفوا او بيشحنوا هم باقه معرفش منين، بيشتغلوا من ورانا غالبا. ممكن نعمل حل وسطي شويه عشان دماغهم ما تعفنش، نخلي السوشيال ميديا بتاعتهم على محتويات كرييتيف اكتر او بتعلي القدرات الفكريه. حاول اسيب لكم في الكومنتس شويه اقتراحات، فبدل ما انت بتتخانقي مع ابنك او بنتك على ترويق السرير، خشي روقي دماغه.